الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد خونا سميتو اكيرا، بطل العالم في لعبة الشطرنج. وكان داك النهار كيلعب بطولة عالمية مع جهاز حاسوب سميتو سوبر بلو. وهنا كاين الفرق، حيتاش الدماغ ديال اكيرا يقدر يحسب 3 ديال الحركات في الثانية، اما سوبر بلو يقدر يحسب 200 مليون حركة في الثانية. داكشي علاش الفرصة ديال اكيرا في الربح قليلة، ولكن الا خسر غادي يكون اول لاعب يخسر قدام جهاز حاسوب. واحد شويه خونا تبلوكا وما عرف ما يلعب، وهو يطيح الملك وخسر. كلشي بقى ساكت في القاعة، وحتى واحد ما متيق كيفاش اكثر لاعب موهوب في العالم غيخسر قبالة حاسوب. المعلق كيبهدل فيه، والجمهور كيضحك، والصحافة كتصور، وخونا تبزدا ديال بصح، والاخبار تنشرات في العالم كامل. ومن بعد 3 سنين اكيرا كان حبس من اللعب، ومن تما ما بان حتى كنكتشفوا بلي هذا هو اكيرا من بعد ما طب فلوسو كامله في القمر والشراب وتلاح في الزناقي. وهي توقف عليه واحد الطوموبيل وخرجوا له 2 رجال وداوه صحه معاهم ودخلوه لواحد القصر كبير. وهنا رحب به واحد الشيباني، واكيرا تصدم كيفاش عرفو حيتاش بدل الهويه ديالو. وسولو شكون انت، ولكن الشيباني قال له ماشي مهم تعرف. جبد واحد اللوحه ديال الشطرنج وقال له غتلعب معايا. خونا غير شاف الشطرنج وبغى يرد اللي في قلبه حيتاش مابقاش كيحملها، وقال للشيباني ما نقدرش نلعب معاه حيتاش غير كنفكر في الشطرنج كنمرض. الشيباني حاول يقنعو باللي الا ربح غادي يعوض له الفلوس اللي خسر في القمر والشراب. بقى كيفكر اكيرا ولكن ما قدرش يلعب، وباش ما يتبزداش قال له انا اعتزلت على اللعب هذه 3 سنين. وهنا الشيباني كيحرك الملك ديال اكيرا وكيطيحو وقال له ها انت خسرتي بلا ما تلعب عاوتاني. وهاد الحركه فكراتو في داك النهار اللي تبزدا فيه، وهو يشد له يدو وقال له تسنى، وقال له لعب الحركه ديالك. وبدا كيلعب معاه اكيرا بلا ما يشوف في اللعبه، غير كيقول له شنو يحرك وصافي، وهو ثق في راسو باللي غيربح. وهنا كنشوفوا الشيباني داير واحد الميكرو في ودنو، ومن بعد غنعرفوا علاش. اكيرا مشى جهه السرجم وكيشوف واحد الناس واقفين بنفس الترتيب ديال الشطرنج اللي لاعبين. وفاش حرك الشيباني واحد البيدق وقتل الاخر، داكشي اللي وقع في الحقيقه، واحد قتل الاخر لتحت. اكيرا تصدم ومشى كيسول الشيباني واش هادشي بصح. قال له بلي هادوك غير عسكر وما كاين لاش يبقى فيه الحال. اكيرا نزل باش يشوف واش داك الناس ديال بصح، ولقاهم ديال بصح، ولقى صاحبنا مجبد. وقبل ما يموت سولو شنو غتلعب في الخطوه الجايه. موراها مشى اكيرا للطبيب ديالو اللي سميتو تومورو. وهنا فرح الطبيب حيت شاف اكيرا مره اخرى، لحقاش كان كيقلب عليه هو ومراته هذه 3 سنين. وبقى كيعاود له على داكشي اللي وقع، وبلي واحد خونا مات بسبب الشطرنج قبيله. قال له بلي راك غير عيان وخاصك طبيب نفساني. وهما كيهضروا خرجات واحد الورقه مطبوعه من بيسي ديال الطبيب فيها نفس الطرح ديال الشطرنج اللي كيلعب اكيرا والشيباني. موراها كتطبع ورقه اخرى فيها باللي الشيباني قتل العود. وهنا كيموت الطبيب وكيكتشف باللي الطبيب هو العود. وهنا تفكر باللي مراته هي الملكه، وخاف لما يكملش اللعبه وتموت. وهو ينزل كيجري انستالاسيون ديال الطوموبيلات ولقاهم واقفين بالترتيب ديال اللعبه. حرك واحد الطوموبيل ولكن لقاها كتمشي مايله، وبغى يحرك واحده اخرى ولكن ما قدراش حيت الطرح ماشي ديالو وكان الطرح ديال الشيباني. ولعب الشيباني الطرح ديالو، وموراها مشى اكيرا للشيباني وقال له يسالي اللعبه حيتاش خايف على مراته. الشيباني قال له بشرط طيح الملك ديالك وتعترف باللي راك خسرتي. وهو يتفكر داك النهار اللي تبدا فيه عاوتاني وما بغاش يستسلم، وقال له كمل. وبقاو مده كبيره هما لاعبين مني منك عندي عندك حتى قربوا يساليو، وبقات ليهم 2 حركات. وهنا جاو 2 ديال الرجال وداو اكيرا والشيباني لواحد القاعه، وهنا لقاو لوحه كبيره ديال الشطرنج والبيادق اللي فيها هما ناس حقيقيين. وهنا الشيباني قال له راه عادي هادشي ما تخاف ما دهش، هادشي راه كان تيدير واحد الملك شحال هادي كان تيلعب الشطرنج بالعسكر ديالو واللي مات الله يرحمه. وقال له باللي بقاو ليك 2 خطوات، اما تحرك العود وتربح ولكن الملكه غادي تموت، او لا تستسلم وتخسر والملكه تبقى عايشه. وزولو لقينا على الملكه وعرفها باللي مرته وربطوها وجابوها. اكيرا خاف على مراته وبقى حاير شنو يدير. وهنا اكيرا قرر يستسلم وينقذ مراته وتحرك وهز يدو، وجا واحد من الجنود وقتلو. وبقى الشيباني كيصفق. وهنا كنشوفوا باللي مراته ما مربوطه ما والو وكتضحك وفرحانه. شويه كنشوفوا كاع الناس اللي ماتوا في اللعبه عايشين وجايين كيصفقوا، وشويه كنشوفوا اكيرا كيتحرك وما فيه والو. وهنا شرحوا له بلي ضربوه غير بمنوب، وبلي داك الموس ماشي حقيقي، وبلي داك اللعبه غير خدعه داروها باش يخرج من الاكتئاب ويرجع يلعب تاني، وبلي الفكره كانت ديال الطبيب ديالو. وداك الشيباني كان هو المخترع ديال حاسوب سوبر بلو وتعاون معاهم حيتاش بسببو اكيرا خرج من البطوله ودمر حياته. وقال له بلي داك الوقت كامل كان كيلعب اكيرا مع الحاسوب، وبلي الشيباني كان غير كيسمع بداك الميكرو اللي شفناه قبيله وكيطبق. وقال له بلي الحاسوب ما قدرش يفهم الحركه اللي دار اكيرا قبيله فاش ضحى براسو باش ينقذ مراته وهو يتحرق. وهادشي كيعني بلي ربح اكيرا الحاسوب ورد الاعتبار ديالو، وكل شي فرح ليه وبداو كيصفق. وهنا تسالى الفيلم.